أيها السادة والسيدات المشاهدين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. اليوم غنتكلموا على مواضيع غنية، مواضيع مهمة تتهم العلاقات المغربية مع الجارة الجزائر. هذه العلاقات اللي لا تتوقف عن الدخول في أزمات أحادية الجانب من جهة الجزائر. احنا غادي نتكلموا على هذا الموضوع، تبعوا معنا هذه الحلقة حتى الأخير باش تفهموا الأبعاد والخلفيات ديال هذا يعني الصعود مفاجئ في درجة الحرارة في العلاقات بين البلدين. غنتكلموا أيضا على العلاقات المغربية الإسبانية اللي على النقيض من العلاقات المغربية الجزائرية. هي علاقات اليوم تدخل في مستويات كبيرة من التعاون الاقتصادي، من التعاون اللوجستي، من الاندماج بصفة عامة في العلاقات بين البلدين على مستوى شامل. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. هذه هي المواضيع اللي غادي نتناولوها. اللي باقي ما مشتركش في القناة يقوم بالاشتراك، ما تنساوش تفعيل الجرس ومشاركة الفيديو إلى عجبكم باش تعمل فائدة. على بركة الله. خرجت وزارة العلاقات الخارجية الجزائرية ببيان شديد اللهجة، ببيان مارسيال، يعني بلهجة عسكرية حربية ضد المغرب. اش واقع؟ السبب هو أنه المملكة المغربية قررت أنها تدخل في واحد المسطرة، هي ما فعلتش ولكن قررت تفتح واحد المسطرة ديال نزع الملكية. هذه المسطرة هي مسطرة عادية جدا، لأنه هذه المسطرة طالت واحد العدد ديال السفارات الأخرى وديال الدول الأخرى اللي ممتلكات عقارية ديالها جاءت محادية لمقر وزارة الخارجية المغربية. وزارة الخارجية المغربية اللي بغات توسع تقوم بالتوسيع، أمر عادي تيوقع في أي بلد في أي حالة. ممكن في واحد اليوم تحتاج أنك تقوم بتوسيع واحد المقر ولا واحد يعني البناية. فوزارة الخارجية فتحت الجزائر في هذا الموضوع منذ 2002، وراسلت الجزائر حوالي 8 مراسلات كلها كان فيها بالإيجاب، وتلقات 5 أجوبة كتابية كلها بنبرة إيجابية وأنه ما كاينش مشكل. فاليوم وزارة الخارجية الجزائرية تتهم المغرب أنه يستولي على العقارات الجزائرية بدون وجه حق، وأنها ستلجأ إلى الأمم المتحدة، وأن هذا الأمر يعني يترجم رغبة المغرب في الزج بالعلاقات دائما في مزيد من التوتر ومن الله ودي. كاين شي مشكل في هذه الحالة هذه. وزارة الخارجية تواصلت معكم، عندها المراسلات ديالكم، عندها القبول ديالكم، وعندها ما يفيد بأن الجزائر هي موافقة في انتظار أنه يتم تقويم الثمن ديال البقعة الأرضية المعنية. واليوم تخرجون ببلاغ يعني كأنه إعلان حرب. الله ودي، هادشي تيبغي شوية ديال الروية والحكمة بالتي هي أحسن. مراسلة بعدا راسلوا السلطات المغربية وغادي تجاوبكم، لأن هذا الموضوع كانوا فيه مراسلات، كان فيه النيشورج. فكيفاش اليوم تخرجوا هكا؟ فهذا يخون في الحقيقة نوايا النظام الجزائري الذي يتغذى على علاقات جزائرية مغربية متوترة. هو محتاج أن العلاقات مع الجار المغرب تكون متوترة، محتاج أن المحيط ديالو يكون محيط غير مستقر. حتى ولو احتاج النظام الجزائري أنه يصنع عدم الاستقرار غادي يصنعوه. وهادشي اللي كان تيدير في مالي، وهادشي اللي تيدير في الجنوب ديال الصحراء المغربية بالاستغلال ديال البوليزاريو. لماذا يحتاج إلى عدم الاستقرار؟ لأنه نظام عسكري، والنظام العسكري ليست له أي مشروعية إلا في سياق عدم استقرار، في سياق وجود خطر خارجي، في سياق وجود حرب، في سياق نزاع. هنا تيكون نظام عسكري عنده مشروعية. يعني في دول
اللي داخله في حروب الى غير ذلك، نقدروا نتفهموا منطقيا انه النظام القائم يكون عنده طبيعه عسكريه. ولهذا الجزائر خاصها تخلق هذا يعني المحيط اللي فيه عدم استقرار، اللي فيه حرب، اللي فيه نزاعات، اللي فيه يعني اخطار الى غير ذلك. هذا هو المنطق ديال النظام الجزائري. ولهذا يحرص في كل مره انه يزم الاوضاع ويبينها على انها فيها الارهاب، كاين الاجرام، كاين مخاطر، كاين. من هو البلد الوحيد الذي يقوم اليوم بمناورات عسكريه كل شهر؟ ورئيس الاركان ديالو تيخرج بتصريحات يعني اسبوعيه ان الجيش الشعبي الوطني يجب ان يكون مستعدا لكل مخاطر، وان الجزائر فقط. المغرب هو عايق بهذه القصه هذه، عايق بهذه الاسطوانه، عايق بهذه الحيله. هذا قالب، هذا مقلب ما خصكش تطيح فيه نتايا كدوله مجاوره. ما عندكش اجنده ولا ما عندكش ضغط داخلي، ما عندكش حاجه باش ان تبين بان العلاقات غير مستقره. بالعكس، انت محتاج انك تبين ان المحيط ديالك هو مستقر، ما فيش مشاكل، ما فيش. ونذكروا هنا كيف ان الملك محمد السادس في خطابه الموجه الى الجزائر من بعد ما قطعوا العلاقات الدبلوماسيه واغلقوا الاجواء يعني الجويه والبريه والبحريه، ماذا قال جلاله الملك؟ قال بان العلاقات بين المغرب والجزائر مستقره. الاستقرار، المغرب لن يحيد ابدا على وضعيه الاستقرار، وعلى انه يخدم من اجل الاستقرار، وعلى انه يوفر الشروط ديال الاستقرار. وحتى لو كانت ظروف نوعا ما فيها بعض المناوشات بحال الجنوب مع البوليزاريو، المغرب ما تيجعلش منها موضوع ديال الكلام وديال النقاش، لان احنا لا نبحث على اخافه الناس. المغرب ما محتاجش وما باغيش وما تيقلبش على انه يخلع عباد الله ويخلع الدول ويخلع السياحه ويخلع الشعب ديالو لداخل، ويقول لهم راه كاين عدم استقرار، كاين الارهاب، كاين كذا. هذه السرديه ديال النظام الجزائري الذي يستغل خاصه مع المغرب انه يفتعل الازمات، ومع فرنسا كل مره استدعاء السفير. يعني المانجمنت ولا جيستيون باغ لي كريز، باغ لانتيميداسيون، باغ لي كو دو غريف، باغ لا كولير. هذا هو الرغبه ديال النظام الجزائري، وفي الواقع هو ما كاين حتى حاجه. ولهذا الرد ديال الدبلوماسيه المغربيه اليوم ولفنا عليه، ولا يعني شبه مدرسه في التعامل مع الحاله العدوانيه السكيزوفرينيا الجزائريه. اول مساله هو التجاهل. المغرب يتجاهل لي جيستيكولاسيون، يعني التفنطيز والتحنقيز ديال الجزائر. ثاني حاجه هو حتى اذا كان شي جواب ديال الخارجيه تيكون بواحد المصدر دبلوماسي يعني انونيم مجهول المصدر، تعطي واحد التصريح مقتضب وتوضح الامور. وفي هذه الحاله اللي حنا فيها جوستومون يعني وزاره الخارجيه خرجت بواحد تصريح عبر مصدر دبلوماسي غير معروف ان هذه التصريحات ديال يعني الخارجيه الجزائريه لا اساس لها من الصحه، وان المغرب بالعكس راسل الجزائر مرات ومرات، والجزائر يعني اجابت وان هذه مسطره عاديه، وانه نفس الامر يعني تمت الاقامه به مع دول اخرى، مع الكوت ديفوار، مع لا السويد، مع لو دنمارك كي تونكور دو رياليزاسيون، مع الولايات المتحده الامريكيه. عندك سفاره، الدوله تدخل معك في مناقشه، في مفاوضات، وتتعوضك بواحد العقار غالبا في مكان افضل. وهذا الشيء اللي وقع بالنسبه للسفاره الجزائريه. السفاره الجزائريه تم النقل ديالها الى طريق زعير. طريق زعير هو ارقى شارع في الرباط، وهو الشارع ديال السفارات.
وهذا العقار هو هبة من الملك محمد السادس، كما كانت السفارة السابقة اللي هي كانت مجاورة لوزارة الخارجية أيضا هبة من الملك المرحوم الحسن الثاني. فإذا الله يخليكم الإخوة الجزائريين، الأشقاء الجزائريين، فإذا الله يخليكم أيها النظام الجزائري، راه الناس راه واعية، الناس راه ماشي عبيطة. لا تنزلوا بأنفسكم إلى هذه المستويات من الإهانة، من الدلل، لأن هذا الشيء وصل لواحد المستوى ديال التفاهة. شتي فكرنا هذه واحد 10 أيام لما تم فتح مقر في العاصمة الجزائر لجماعة من المتابعين قضائيا في قضايا تهريب مخدرات، فتحت لهم الجزائر إقامة باش يعنوا ليس أقل من استقلال منطقة الريف ومشروع استقلال ديال منطقة الريف. الله يهديكم، كونوا حريصين على المعقول، راه ما تيخدم غير المعقول. المملكة المغربية مملكة راشدة ناضجة، وكونوا هانيين. ما غاديش نعطيكم الفرصة باش تدخل معكم في التصعيد، لأنه هو غير تصعيد خاوي أصلا. أنا على يقين الجزائر لن تستطيع الدخول في أي جبهة عسكرية مع المغرب. فالجزائر اليوم اللي أكولي إيزولي غير الهضرة، والمغرب خدام تيقاد الأمور ديالو. وهاد لا جيستيكولاسيون ديال الجزائر كلها باش تمنع المغرب من أنه يتقدم في الأجندة الدبلوماسية ديالو والتنموية ديالو والإشعاعية على المستوى العالمي. بغات تنزلوا عندها وتمرغوا بحال اللي ما هي يعني تتمرغ في الوحل، بغات توحل المغرب حتى هو. لا المغرب خدام وعنده أجندة كبيرة وعنده علاقات، ما يدخلش في هذا الشيء. فإذا هذا هو السياق اليوم ديال هذه العلاقات الجزائرية المغربية التي نأسف لها، ولكن هو يعني جدول آخر متجدد من التفاهة في السياسة الخارجية للنظام العسكري الجزائري تجاه دول الجوار. هذا الموضوع الأول. غادي ندوزو الموضوع الثاني، والموضوع هو في أريحية أكثر وفي إيجابية أكثر، لأن الأمر يتعلق بعلاقات ديال البناء، علاقات ديال التشييد، علاقات ديال التعاون، ماشي علاقات ديال شد لي نقطع عليك ونحاربكم. والأمر يتعلق بالعلاقات المغربية الإسبانية. هذه العلاقات تشهد اليوم يعني دينامية في المستوى، و صراحة هي في طور الدخول في مرحلة جديدة غير مسبوقة. وهنا غنتناولوا 3 ديال الأمور إيجابية قبل ما نخطبوا بواحد المسألة سلبية باش نثيروا الانتباه إلى ضرورة تسييج هذه العلاقات ضد كل الأخطار التي تحدق بها. أول ملف ديال التعاون المغربي الإسباني هو النفق الذي سيربط المغرب وإسبانيا، وسيربط القارة الأفريقية والقارة الأوروبية. هذا النفق كما عنونت جريدة الإيكونوميستا، هذا النفق ليس خيالا، سوني با اون فيكسيون. المغرب وإسبانيا يشتغلان ويعملان على فتح هذا النفق الذي سيربط القارتين، وسيكون بداية مرحلة جديدة في التاريخ ديال العلاقات بين أفريقيا وأوروبا، بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الأوروبية، بين المغرب وإسبانيا، بين العالم الإسلامي والعالم المسيحي. خصنا نفهموا هذا الأمر بهذه الحمولة. هذه أول مرة تيتم الربط حقيقة بري بين هذين القطبين الكبيرين. والظاهر أنه تقنيا ماشي صعيب. أقرب نقطة
بين المغرب وإسبانيا في 14 كيلومتر فاصلة 4. هي اليوم يعني نفق قيد الدراسات بتشجيع من وبدعم أوروبي وأيضا بدعم إسباني اللي اليوم دخل في الميزانية ديال 2023 و 2024 نقطة تتعلق بإتمام الدراسات حول هذا المشروع. إسبانيا هي اللي واخذة المبادرة، ويبدو أنه هو مشروع يشبه في كثير يعني النفق ديال المانش الذي يجمع ويربط بين فرنسا وإنجلترا، و يعني التكلفة ديالو ما غاديش تكون شي حاجة اكزوربيتونت. في التوتال ديالو غتكون حوالي 40 كيلومتر على حسب المناطق اللي غادي يدار فيها النفق. فإذا نحن أمام حلم قد يصبح حقيقة، وسيترجم مستوى العلاقات اللي داخل فيهم المغرب مع إسبانيا، علاقات من مستوى عالي في جميع يعني القطاعات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية. هذا فيما يتعلق بالمشروع الأول. مشروع ضخم كما قلنا غادي يقفز بالعلاقات المغربية الإسبانية إلى أفق آخر، خاصة أنهم تيدرسوا كيفاش ممكن يديروه قبل 2030 مناسبة تنظيم كأس العالم اللي غادي ينظموا المغرب وإسبانيا والبرتغال. بحال هذه المشاريع هي اللي تتبني المستقبل وتتغير وجه العالم، وستعيد هذه المنطقة إلى مركز العالم، لأنه غادي يولي واحد الهوب واحد بوابة عملاقة لأوروبا نحو أفريقيا ومن أفريقيا نحو أوروبا، وتما غادي يوقع الاندماج والتلاقح والتعاون والتزاوج الإيجابي اللي غادي ينتج une valeur ajoutée des deux côtés. موضوع آخر مهم بنفس المستوى هو أن المغرب أصبح أول مستورد ديال الخروف الإسباني. المغرب رسميا أصبح أول مستورد ديال الخروف الإسباني. في شهر فبراير تم استيراد حوالي 50,000 رأس خروف، وفي شهر مارس الحالي هناك استقراء أنه المغرب غادي يستورد حوالي 60,000 رأس خروف من إسبانيا. في 2023 أيضا المغرب استورد يعني كميات كبيرة من الخروف الإسباني. فهذا تدل على أنه مثل كل لونطونت تيكون التفاهم تيكون التعاون. علاش أنا غادي نمشي نخلص يعني تكاليف أكبر في اللوجيستيك في النقل؟ لا، كل شيء قريب. حتى بنفهم الإيكولوجي ديال الاستهلاك، الشراء من إسبانيا أحسن من الشراء من أماكن أبعد. فالمغرب أصبح رسميا أمام المملكة العربية السعودية اللي كانت أكبر مستورد للخروف الإسباني. اليوم المغرب هو الأول فيما يتعلق بهذا القطاع. فالعلاقات الاقتصادية الإسبانية المغربية زائدة في الزخم، وهادشي كله تعطي واحد المشروعية للحكومة الإسبانية اللي راهنات على المغرب، وحتى المغرب اللي هو نجح في أنه يجعل من إسبانيا شريك موثوق، خاصة بعد يعني المرحلة اللي عرفتها العلاقات المغربية الإسبانية واللي كانت يعني مرحلة صعبة جدا. العلاقات المغربية الإسبانية هي جيدة، ولكن حذاري من بعض المشاكل. اليوم هناك بعض اللوبيات بطبيعة الحال دائما اللي تكون هي ضد التيار. ففي إسبانيا كاين لوبيات ضد التيار، وخا الحزب ديال سومار مؤخرا سحب مقترح قانون اللي كان وضعه في البرلمان واللي كان يقترح به أن يعني الساكنة الصحراوية اللي كانت ازدادت في عهد الاستعمار أن تعطاها الجنسية الإسبانية. فهذا القانون تم السحب ديالو نهائيا، ما بقاش موضوع في الأجندة ديال البرلمان. وهذا بطبيعة الحال الزعماء ديال التنظيم الإرهابي اليوم اللي هو في تندوف غادي يستقبلوه بواحد الأسى وبواحد البكاء، وغادي يعتبروا أن هذه خيانة إضافية من إسبانيا لقضيتهم الكاذبة. فهناك بعض الأطراف في إسبانيا التي هي ضد المصالح المغربية. حزب فوكس مثلا المعادي للمصالح المغربية، حزب سومار اللي مرة يخرج لي كارت ديالهم تتقرب الانتخابات، لي كارت البالية ديال مساندة الشعب الصحراوي ومساندة تقرير المصير إلى غير ذلك. كاين بعض النقابات وكاين بعض المصالح الفئوية والقطاعية،
واليوم هناك حملة في إسبانيا ضد المنتجات المغربية، ضد الفواكه المغربية، ضد الزيتون المغربي. هذا مشكل، ضد لاباستيك. يعني هناك حملة لتشويه المنتجات المغربية على أنها منتجات تحتوي على مواد سامة، مواد يعني محرمة أو ممنوعة من طرف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باستعمال المبيدات، واللي المغرب تستعملها. لونسا قامت بالدراسات ديالها وبالتحليات ديالها وأثبتت أنه المنتجات المغربية هي سليمة وما فيها حتى شي مشكل. فإذا اليوم ما نكونوش أغبياء. هذه ممارسات وهذه مناوشات وهذا تحرش يهدف فقط إلى الإضرار بالمصالح المغربية. دابا هاد الناس إلا فتحتي معاهم أنت واحد الاتفاقية ديال التبادل التجاري الحر، تتلقى راسك أمام فئات وقطاعات. كاين القطاعات اللي تستفد وكاين القطاعات اللي تضرر. القطاعات اللي تستفد هي القطاعات اللي تتصدر للمغرب، والقطاعات اللي تضرر هي القطاعات اللي تيكون فيها المغرب قوي هو اللي تيصدر. وهنا تنتكلموا على القطاع الفلاحي، على قطاع السيارات، على وكاين حالات اللي هناك فعلا بعض الاعتداءات الفئوية من نقابات ويعني المنظمات الممثلة لهذا لي زاكتور اللي في هذه القطاعات اللي تيهاجموا الصادرات المغربية. نذكروا بأن المغرب هو اللي خاسر مع الاتحاد الأوروبي، خاسر سنويا حوالي 10 المليار ديال الدولار. المغرب مثلا يعني استورد في 2023 حوالي 5 مليون طن ديال الحبوب، واستوردها منين؟ من أوكرانيا، روسيا وفرنسا اللي ولات أول بلد مصدر إلى المغرب. احنا تكلمنا على استيراد الخروف الإسباني حوالي 23 مليار دولار أو أورو ديال المبادلات التجارية بين إسبانيا والمغرب. هادشي فين تيمشي؟ هاد الفلوس مستفدين من الاتحاد الأوروبي كما قلنا. ولكن كاين بعض الفئات يعني الهامشية اللي أمام القطاعات القوية في التصدير ديال المملكة تتنوض تجبد مشاكل وتحرش بالمنتجات المغربية، ودائما تتخرج ادعاءات الكاذبة ديال أنها لا تحترم الشروط الاجتماعية مثلا، لأن التكلفة مثلا ديال الشغل وديال اليد العاملة في المغرب هي هابطة، وأن المغرب ما تيفرض الشروط الصحية يعني لي ستوندار ديال الاتحاد الأوروبي. وهذا الشيء كله بطبيعة الحال هي مناوشات غير قانونية. الحكومة يعني الإسبانية هي واضحة في هذا الأمر، ولكن حذاري من الإضرار بالصورة ديال المنتجات المغربية، خاصة بعد ما تدخل المكتب ديال السلامة الصحية الإسباني وفعلا أمر بالسحب ديال الفراولة المغربية. فهنا لابد من السلطات المغربية والهيئات اللي تتمثل هذه القطاعات من أنها تصرف بقوة وبحزم في إطار الاحترام ديال القانون أمام المحاكم الأوروبية والإسبانية والفرنسية لاقتضاء الحال، من أجل حماية المصالح المغربية وحماية العلاقات المغربية الإسبانية بصفة عامة من أي أخطار قد تحدق بها. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.